مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. في الفترة الأخيرة شفنا كتير جدا من الأراجوزات، كتير جدا من المطبلاتية، كتير جدا من هزازي الرؤوس الذين لا يخفوا على حضراتكم. طبعا تقدر تكتب، لو مش عارفهم تقدر تكتب في اي موقع بحث كده شلة هزاز الرؤوس او المطبلاتية، هيطلعوا لك بالصوت والصورة وكل حاجة تقدر تعرفهم. وطبعا هم معروفين بالواحد، ولكن النهاردة انا حابب اضيف لك عليهم بعض الاسماء الجديدة كده، 3 او 4 او 5 اسماء بالكتير، زي الاستاذ ماهر غريب، الاستاذ كابتن عبد المنصف، كابتن بشير التبعي، كابتن اسلام صادق، كابتن رضا عبد العال، اللي كل يوم طالعين فاتحين النار على النادي الاهلي واوضه اللبس في النادي الاهلي. ويكاد ان خلاص يقدر يقول لك ان اوضه اللبس في النادي الاهلي بتحترق، وان يوميا او شبه يوميا المطافي رايحه جايه على اوضه اللبس في النادي الاهلي، بيطفوا اللي عملته صفقه انتقال احمد السيد زيزو من نادي الزمالك مجانا، وحط تحتها مليون خط الى النادي الاهلي. وواضح كده ان المدى والتاثير ده هيفضل معانا مستمر معانا لعقود طويله قوي او لسنين طويله قوي، لان صفقه انتقال احمد السيد زيزو الكتير من الوجع، الكتير من الالم، وكلمه مجانا ديت مزوده الشطه شويه على الموضوع، في حين ان نادي الزمالك كان يقدر يكسب من اللاعب ده في يوم من الايام اكتر من 6 او 7 مليون دولار. ولكن الغباء الاداري عندهم ده بالوراثه او بالفطره، ان هم يبقوا على اللاعب واللاعب ينتقل للغريم التقليدي او المنافس المباشر مجانا. فكل يوم طالعين الحق شوف هذا زيزو بوظ اوضه اللبس في النادي الاهلي، زيزو فرتك اوضه اللبس في النادي الاهلي، كل يوم المطافي جايه تطفي اوضه اللبس في النادي الاهلي. وسام ابو علي مشي علشان صفقه احمد السيد زيزو، وما اعرفش ايه العلاقه ان وسام ابو علي يمشي وانتقال احمد السيد زيزو. وسام ابو علي القاسي والداني يعرف كان ان هو في يوم من الايام كان لازم يحترف. ده الستايل ده يا جماعه ستايل احتراف، بغض النظر عن ان انا كسبت من وراه قد ايه، انما وسام ابو علي ما كانش هيكمل، خصوصا بعد تالقه في كاس العالم للانديه. والتريقه جايه منين؟ شوف بقى الجهابزه والفلاسفه بتوعه، ان انا لما بعت وسام ابو علي باربع اضعاف ما انا اشتريته، ده اللاعب سابني ومشي، ده اللاعب لوى دراعي واحترف غصب عني، في حين ان انا مشيت كل طلباتي اللي انا كنت عايزها وخدت في اللاعب اقصى عائد مادي. وده مش عاجب جماعه نادي الزمالك، جماعه نادي الزمالك، في حين ان انا كنت ببوس ايد لاعب عنده 40 سنه عشان يجدد ب 40 و50 و30 مليون وهو متخطي ال 40 سنه. انت واصل للمرحله، فاهم انا اقصد ايه؟ انت فاهم انا بقول لك ايه؟ يعني انا كنت ببوس ايد لاعب عندي علشان يجدد عقده ب 30 40 مليون وهو متخطي سن ال 40، ووسام ابو علي اللي انا بايعه ب 9 مليون دولار وكسبان فيه 4 اضعاف، لا ده مش عاجب نادي الزمالك، بيقول لك ان هو لوى دراعنا. ويطلعوا لك بعد شويه يقول الحق ديانج كمان ماشي ومش عايز يمدد او يجدد عقده، الحق امام ماشي، امام اللي انا بتكلم في تمديد عقده اللي هو مستمر معايا ل 2028 2029 ندمان وعايز يرجع نادي الزمالك. والراجل يعني يكاد امام في كل موقف بيطلع او اي بوست بينشره تقريبا بيحفل عليهم هم، والله بس هم مش فاهمينها، هم مش فاهمينها. يعني الراجل طلع مع ميدو اكبر زملكاوي فيهم، قال له يا كابتن طب بتهزر زمالك ايه اللي انا ارجع له؟ لا انا الاهلي ومش قال كل حاجه قدام الدنيا بحالها، مش بقول لك مثلا قدام فرد او في اوض مغلقه، لا ده قدام مصر كلها طلع قال له يا كابتن انا لاعب في النادي الاهلي، خلاص الزمالك ده انتهى من حياتي. هيرجع فين يا ابني نادي الزمالك؟ ومين اللي ندمان يا ابني؟ مين اللي ندمان يا حبيبي ان هو راح النادي الاهلي؟ ندمان ايه يا ابني؟ بس الراجل راح بقاله يعني راح لعب 2 كاس عالم ورا بعض، منهم نسخه اكبر نسخه في كاس العالم واول نسخه موسعه في كاس العالم. زيزو اول ماتش يلعبه كان في كاس العالم للانديه، هيندموا على ايه؟ هيندموا على الكونفدراليه بتاع ستالنبوش وبتاع البط والوز الكيني والجماعه دول. يا ابني اعقل الكلام، انتوا ناس بتتفرج عليكم وليكوا جمهور وناس متابعاكم، ما تستخفوش بعقولهم اكتر من كده. مش فاهم والله. يعني ديانج خلاص يا جماعه اقدر اقول لك بنسبه 100% ديانج باقي في النادي الاهلي وهيجدد عقده. كل اللي كان عايزه ديانج ان هو يطمن انه مش هيتعامل زي ما كان بيتعامل مارسيل كولر، ان هو هيقعد دكه وهيخرج اعاره والكلام، لا ديانج كان عايز وعد ان هو له مكان في النادي الاهلي وحصل على ما يريد. وكده اقول لك 100 بنسبه 100% ان اليو ديانج مكمل مع النادي الاهلي. نيجي بعد كده للكابتن ماهر غريب. ماهر غريب ده قبل فتره كده شفت له
يعني تعليق غريب جدا على بعد اعتزال طبعا شيكابالا، طلع بيقول لهم هو خير النت في الجزيره في حاجه، لان كابتن شيكابالا اعتزل وما شفناش حد طلع يعني علق على الموضوع ده من لعيبه او من اللعيبه الحاليه في النادي الاهلي. هو النت في حاجه في الجزيره؟ طب هو انا مجبر يعني ان لما الكابتن شيكابالا بتاعك ده يعتزل ان انا اطلع اعمل له ايه يعني؟ وعلق له ليه؟ ما يعتزل ولا ما يعتزلش ده شأن خاص بيه، انت تكتب له، غيرك يكتب له، جماهيرك كلها تكتب له، وانا مالي؟ انا ملزم ان انا اطلع يعني اعلق له ولا اقول له اي حاجه؟ طيب ما تشوف العيب فين؟ لما كابتن عبد الشافي نفس لاعب في نفس الفريق اعتزل، اللعيبه عملت معاه ايه؟ سواء ببوستات، سواء بتعليقات، سواء اتكلموا عنه في لقاءات صحفيه ازاي، وعن الكابتن بتاعك اللي انت بتلومنا عشان ما طلعناش علقنا عليه. العيب في مين؟ كابتن عبد الشافي لما اعتزل الكل هناه سواء ببوستات او لقاءات صحفيه، وده لما اعتزل ما حدش عبره لا من النادي الاهلي ولا من اي فريق تاني، علشان برضو ايه يكون عندك فكره، مش النادي الاهلي بس، لا لعيبه مصر كلها ما شفناه، كلهم لعيبه اللي هنوه كلهم زملكاويه وسابقين ومعتزلين انما انا اطلع اعلق له ليه ولا اقول له؟ انا مالي؟ انا ما يعتزل ولا ما يعتزلش ده شأن خاص بيك انت، انا مالي؟ ده شأن خاص بيك انت. بتدخل النادي الاهلي الجمله مفيده ولعيبه النادي الاهلي الجمله مفيده ليه؟ هو انتوا التركيبه ديت ايه؟ التركيبه دي فيها ايه؟ العقول دي فيها ايه؟ بدل يعني فص التفكير ده بيبقى ايه؟ تبن ولا بيبقى برسيم ولا بيبقى ايه؟ عباره عن ايه بس؟ انا مالي يا عم يعتزل ولا ما يعتزلش؟ شأنه. هو انا مجبر يعني ان انا اطلع اعلق له ولا اطلع اقول له ولا اطلع اعمل له؟ انا مالي يا عم؟ يعلق له ما يعلقلوش ده بتاعته هو، رصيده اللي عند الناس هو اللي عمل فيه كده. لما الكابتن عبد الشافي اعتزل شوف الفرق وانت تعرف. نيجي بعدها للكابتن خالد الغندور، امبارح طلع علينا ببوست من بوستاته اللي بتعبر فيها يعني عن قدرته على الذكاء والتماشي مع الامور وتغيير الالوان حسب ما يحتاج الامر. النادي الاهلي طلع اعلن ان كولر انتهينا مع كولر بالتراضي وخد 3 شهور. وكيل كولر طلع قال انتهينا مع النادي الاهلي وخد 3 شهور. النادي الاهلي نفسه اعلن، كله اعلن ان هو خد 3 شهور، الا الكابتن خالد اللي هو تقريبا كان العرض حلجي اللي كان بيكتب العقد. وطبعا شفت الراجل اللي كان بيحط سجاره زمان في ودنه ده وقاعد بيكتب العقد، هو ده كان كابتن خالد الغندور، كان متنكر وهو بيكتب يعني، فقال لك ان كولر خد 7 شهور، يعني الدنيا كلها 3 شهور وهو الوحيد اللي عنده الاثبات ان هو كولر خد 7 شهور. يا سيدي ياخد 8، يا سيدي ياخد 9، دخلك ايه؟ عندنا ونديله، مفيش اي مشكله. انا القيد النهارده توقف عندك تاني، بس تقريبا الاتحاد الدولي لما زهق قال الاتحاد المصري تولى المسؤوليه. انت بقى انا زهقت من كل يوم الراجل الموظف اللي بيقفل القيد على الزمالك زهق قال لك انا هحط انتر واسيب صباعي كده معلق لحد ما المشاكل بتاع الناس دي تنتهي. كل يومين 3 اقفل القيد، يلا يا اتحاد مصر خد انت الليله دي. يا كابتن خالد زعل شويه، كل ما بتكذب بتقصر، هتروح فين تاني؟ والله هتروح فين؟ انت لو جيت صنف اكبر 10 كدابين في الاعلام هيطلع من الترندات او من الاوائل كابتن خالد الغندور. مفيش خبر في حياته قاله صح. زيزو مش هيلعب الا نادي الزمالك، لا زيزو راح النادي الاهلي، امام راح النادي الاهلي، مش عارف ايه، مفيش اي خبر بيقوله الراجل ده هو بيطلع صح. الراجل ده مفيش خبر من يوم ما طلعنا في الاعلام الراجل ده قال خبر ولو قاله صح بيبقى سرقه، يعني لو حتى الخبر ده صح بيطلع سرقه من مصدر تاني والمصدر ده معروف. ماشي. نيجي بعد كده للكابتن عم منصف اللي بيقول لك ان بطوله كاس العالم للانديه دي كانت بطوله ضعيفه، وان نادي الزمالك كان هيقدر يعمل حاجه مع انتر ميامي وهيقدر يعمل حاجه مع بوتو. طب وانت ما وصلتش ليه عشان تعمل حاجه يا كابتن عم منصف؟ انت بتلومني ان انت فاشل، انا مالي يا عم؟ ما توصل يا عم واعمل حاجه يا عم. هو انتوا قعدتكم على الكرسي دي بتعمل فيكم ايه؟ هو انتوا لازم تطبلوا ولازم تعملوا؟ خلاص يا جماعه مرتضى مشي والله، ما عادش حد هيديكم حاجه. مع ولاد الزمالك مفلس مش هيديكوا فلوس. الراجل عندكم لاعب راجل على 200 دولار ولا 300 دولار طلع فضح الدنيا اسمه احمد حمدي، مش قادرين تدوا التذكره، طالعين تعملوا. كمان استقيموا بس بالله عليكم. زي بشير التبعي احنا نقدر نجيب ميسي وما تجيبوش ليه؟ ايه اللي منعك ان انت تجيب ميسي؟ والله العظيم وبيحلف بملء فيه ان هو يقدر يجيب ميسي وما بتجيبوش ليه يا كابتن بشير؟ على الاقل كان رحم شويه، كان رد اعتبارك شويه من بتاعه بيبو وبشير بيبو وجندي. انما انت بتلومنا ليه يا عم؟ انت بتلومنا ليه؟ استقيموا يرحمكم الله. واسلام صادق ده بقى ده الطب بتاعهم. اسلام صادق ده يعني مش عايز اقول لك ان هو ده تعدى الحدود كلها. اسلام صادق
وانا كده اقول لك ان اسلام صادق ده يعني اعكس الاسم على طول، اعكس الاسم التاني بتاعه على طول هيطلع ده كلامه. اسلام صادق اللي طالع يقول لك بيراميدز زعيم افريقيا، وبيراميدز ملك افريقيا، وبيراميدز مش عارف ايه. يا كابتن اسلام، طب هو يعني انت بتشجع بيراميدز او منحاز لبيراميدز ونفسك بيراميدز ياخد الدوري، دي حاجه بتاعتك، خلاها بينك وبين الناس اللي انت بتعز عليهم، واللي انت بتكتب لهم السكريبت الموحد اللي بيمشي يتوزع ده. وطبعا الحاجات دي معروفه يعني من زمان، وانت معروف تمامك، يعني انت معروف تمامك عند جماهير النادي الاهلي، يعني نفسك نفس خالد الغندور، نفس الدرديري، نفس الشله دي كلها، نفس رضا عبعال، يعني هي كلها شله ايه، هجاصين، زي ما الكابتن رضا ايه قالها كده بالفم المليان، وقال لك كله بيهجص، كله بيهجص. وانت يا كابتن اسلام يعني تاريخك معروف، يعني يا راجل ده في عز تالق النادي الاهلي وعز مجد النادي الاهلي انت كنت بتطلع تقلل من اي جنز يعمله النادي الاهلي، وبتحاول تدخل نادي الزمالك فيه باي طريقه عايز تدخل ان نادي الزمالك، سواء يقول لك في لعيبه من نادي الزمالك دلوقتي عملت التاريخ بتاع النادي الاهلي. يا عم هو اللي لسه جاي من الزمالك مين؟ ده هو امام عاشور، والراجل اول ما جه لعب بطولتين كاس عالم وخد دوري الابطال، ما شافهاش عندكم خالص، ما صعدش ليها عشان يلعبها. ايه اللي عملوه؟ لا النادي الاهلي اللي اضاف، مش هم اللي اضافوا. النادي الاهلي بيضيف لاي حد. انت لسه 5 دوري ابطال ما اتحركتش من ايام جيلك التاريخي، لا النادي الاهلي من بعدها اكتسح الدنيا، اكتسح اخضر ويابس. وما تسالنيش ازاي، انت عارف ازاي. هتقول لي بقى اللي لعبت الاسماعيلي ومش لعبت الاسماعيلي، انت كنت بتاخد اكتر مني من لعيبه الاسماعيلي. اذا انا كنت باخد لاعب واثنين وثلاثه، انت كانوا بيرفضوك، وكنت بتتحايل عشان تاخدهم، وكنت بتروح ما بيعملوش معاك حاجه. زي الراجل اللي قاعد في الاستوديو اسمه محمد عبد الله ده، اللي لعب 3 ماتشات مع النادي الاهلي، خد فيهم بطولات وخد فيهم فلوس ما مسكهاش في تاريخ حياته، طالع برضو لازم يحط النادي الاهلي في جمله مفيده، ولازم ينتقص من النادي الاهلي، ولازم مش عارف يقول لك النادي الاهلي فيه ايه. يا عم وانت مالك يا عم، ما تخليك في نادي الزمالك، انت راجل مشجع زملكاوي، وبتاريخك كله قلت ان انا راجل بشجع نادي الزمالك، خليك في نادي الزمالك يا عم، وشوف الحاجات اللي بتحصل في الزمالك. انت مالك ومال النادي الاهلي؟ النادي الاهلي مش محتاج حد يدافع عن نفسه، يدافع عنه. النادي الاهلي كل حاجه فيه بتدافع عن نفسها، سواء قوائمه الماليه، سواء كل حاجه بتدافع. زي كابتن اسمه عفت نصار ده كان قاعد جابوا له الميزانيه ان فيها فائض 68 مليون دولار، هو مش مصدق ومش مقتنع، هو خسرانه، شركه الكوره خسرانه. طب خسرانه ازاي يا عم؟ يقول لك استنى شفت الميزانيه. طب ما الميزانيه اهي. يقول لك لا انا عايز بتاعه الكوره. ما هي دي بتاعه الكوره يا عم، كسبانه 68 مليون. لا 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 انا مش مصدق يا عم. مش مصدق ايه يعني؟ هنجيب لك ايه؟ الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت لك؟ طب انت حمار، هو انت بتلومني ان انت حمار؟ يعني اجيب لك ايه تاني مستند رسمي غير ده؟ اجيب لك ايه مستند رسمي غير ده يبين لك ان انت حمار؟ انت راجل ما بتفهمش الحسابات، تروح لاي خبير قانوني او مكتب محاسبه ومراجعه يقول لك 1 2، يفصل لك القائمه الماليه دي بتاعه الكوره بقى، مش بتاعه الكوره، بتاع البلي، بتاع التنس. طب انت بتلومني ان انت جاهل؟ انا مالي يا عم، انا مالي. هو مش مقتنع ان في فائض، بيقول لك لا لا ده خسرانه. يعني لما ميزانيه الكوره في الاهلي خسرانه وهي متعديه 8 9 مليار، يبقى انت ايه؟ معدوم؟ يبقى انت تحت الارض؟ يبقى احنا مش لاقيينك؟ يبقى احنا ندور عليك في حفره؟ لما ميزانيه تتعدى 8 تبقى خسرانه، وانت عندك بسم الله ما شاء الله مدخولات في اخر حاجه خالص، في اخر سنتين 42 مليون دولار داخلين لك. فين الخساره في كده يا راجل؟ ده انا لو جبت اللعيبه اللي انا بعتها متعديين ال 15 مليون دولار، الخمس ست لعيبه اللي انا بعتهم. فين الخساره؟ ايه في حين ان انت ما بعتش اي حد، وعمال تاخد في قروض، وعمال واخد الارض بتاع اكتوبر واشتراكات الاعضاء في اكتوبر، صرفت 3 ارباعها على اللودر والتريلا اللي كل يوم يحملوا، اللي عارفيننا من سنه 2019 بتحمله في التريلا، وهو اللودر ده تقريبا برضو الراجل زهق. زي بتاع الفيفا اللي هو زهق من قفل القيد، برضو بتاع اللودر ده كره التصوير، قال لك كل يوم تجيبوني وتصوروني واخدوا التريلا وامشوا ما تحاسبنيش. قالوا وافهموا كده، اعرفوا ان لما تيجي تتكلم لازم تتكلم بوثائق ومستندات، مش اي هبد وخلاص، مش اي هبد واي كلمتين في الهواء. اخر موضوع معانا النهارده، قفل قيد جديد لنادي الزمالك بسبب مديونيه اتحاد الكره المصري. تقريبا زي ما قلت لكم الاتحاد الدولي زهق، قال الاتحاد سلم الرايه للاتحاد المصري. نادي الزمالك كان مدي شيكات المفروض تتحصل بتاريخ معين، راحوا يصرفوا الشيكات لقوا مفيش رصيد. تقريبا الكابتن ممدوح عباس قفل الحنفيه تاني، كان واعدهم بصفقات خلع منها، كان واعدهم بحاجات يعني ترضيه لبعض اللعيبه برضو خلع منها، كان واعدهم ان هو الدنيا كلها وردي والحياه زي الفل قوي وبرضو خلع منها. وادي النهارده بنشوف ان هو برضو ما حطش الفلوس بتاعه
مديونيه اتحاد الكره في الحساب، فتقريبا كابتن ممدوح عباس يعني قال لك ايه، هو انا هقعد ادي وما اخدش؟ لا، ما هو تسمع كلامي واديكوا بالجزمه يا ادفع. اختاروا حاجه حل من الاثنين. فهنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل مع كابتن ممدوح عباس. وشفنا النداء اللي وجهه الكابتن خالد الغندور للاستاذ ممدوح عباس، عايز الصفقتين السوبر اللي كان وعد بيهم ممدوح عباس نادي الزمالك. تقريبا يا كابتن خالد انا عايز اقولها لك من هنا وده انفراد لحضرتك، الصفقتين مش هيبقوا سوبر، تقريبا هيبقوا اربعه. السلام عليكم.